تلف وتقصف وتساقط وهيشان وجفاف وحاجه لا يعلم بيها الا ربنا. يا مناتي شعرنا في الشتاء متبهدل. وفوق كل ده القشره. دي مش رسالة عميلة ولا شكوة عميلة، دي شكوتنا كلنا احنا كبنات يا جماعة. عشان كده لازم نتكاتف ونشوف حلول للمشكلة دي. وانا عن نفسي هبدأ بالحل اللي انا شخصيا يعني بعتمده دلوقتي، الباكج بتاع مجموعه ترميم الشعر. انا هقول لكم الباكج دوت فيه ايه وبنستخدمه ازاي وبيعالج ايه بالظبط. يا ريت لو اي حد فيكم بيشوف الفيديو ده يكتب لنا في التعليقات يعني بيستخدم ايه بقى في الشتاء وايه المنتجات اللي بيستخدمها ومريحه شعره. والبنات اللي مش عارفه تستخدم ايه، شوفوا تجربتي، شوفوا تجارب البنات في التعليقات، نفيد بعضينا كده اهو. باكج الترميم دوت بقى عباره عن ايه؟ عباره عن 4 منتجات حرفيا مش هتحتاجي لهم خامس. اول حاجه في الباكج بيكون فيه الصدر، البودره بتاعه الصدر المعالجه الطبيعيه. الصدر دوت بيعمل ايه؟ بينظف الفروه بتاعه الشعر كويس جدا لو فيها قشره، بقايا كريمات وغيره، وكمان بيغذي الشعر كويس جدا. انا بستخدمه اني باخد 3 معالق كبار منه مع معلقتين من زيت جوز الهند اللي هو ميكس الفازلين ده، بيجي مع المجموعه بتاعه ترميم الشعر، وبحط معاهم كوبايه زبادي، وبزود بقى بمنقوع عشبي او بشويه ميه على حسب المتاح عندي وقتهم. بحطهم ماسك على شعري ده مره كل اسبوع. خلاص عملنا ماسك الصدر ده في اسبوع. الاسبوع بقى اللي بعده او في نفس الاسبوع بس في نصه كده ببدا اعمل حمام زيت لشعري. بعمله للخصيلات وبعمله للفروه. ده حمام زيت لترميم الشعر بيحتوي على الجوجوبا والارجان واللوز الحلو وفيتامين اي وليله كبيره قوي، بتغذي الشعر كويس جدا وبتعالج بقى كل مشاكل الشعر. وعامة بنصح اي حد اللي هو كل اسبوع يعمل حمام زيت، سواء زيت الترميم دوت او غيره، بس زيت الترميم ده بيحتوي بجد على مجموعة زيوت بتجيب من الاخر. بعد كده المنتج اللي انا شخصيا بستخدمه يوم او يوم لا، او في بنات بتستخدمه كل يوم، وعادي لو انتوا استخدمتوه كل يوم لانه اصلا ما بيحتويش على سيليكون وبيرطب الشعر كويس جدا. السيروم يا جماعة بتاع الشعر، انا بستخدم سيروم الجوجوبا والارجان، بيغذي الشعر كويس جدا جدا وبيديله لمعة صحية. اكتبوا لي بقى انتوا في التعليقات بتعملوا ايه في الشتاء.